السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واحلى مكشخين واحلى متابعين واحلى جمعية في العالم هي الترجي الرياضي التونسي. لكن قبل نبدا الفيديو لازمكم دعم جيم بارتاج وابوني في القناة يوتيوب وماكس بارتاج. خلي الفيديو باش نحكيو انتدابات الترجي التونسي وباش نحكيو على كل جديد فيما يخص الترجي التونسي. بالنسبة لي انا انتدابات لحد الان انتدابات مدروسة، انتدابات قايمة ما شاء الله. ينقصنا ظهير ايسر ان شاء الله نكملوه، ايضا ناقصنا ايضا مدافع ان شاء الله نلقاو مدافع دولي تونسي والا حد ظهير ايسر باش نحكيو عليه ان شاء الله في اخر الفيديو. انتظرونا باش نحكيو في الفيديو في اخر الفيديو على ملاعب ينجم يجي للترجي التونسي. معناها فما اتفاق معاه، ينجم يجي ينجم ما يجيش. بالنسبه لي انا قبل كل شيء باش نقول الساعه التقديم ممتاز لقميص الدوله الترجيه، قميص عالمي، قميص ممتاز اللي قدموه الترجي التونسي. وايضا شفت القميص هذايا من احسن الاقمصه اللي معناها صمتها كابا، وايضا قميص مدروس بنسبه كبيره وقميص معناها متماشى مع الترجي الرياضي التونسي. وايضا قميص روعه بالنسبه لي انا، قميص الدوله الترجيه. ان شاء الله بقدر ربي الترجي التونسي ماشي في السكه الصحيحه، ومريول الترجي التونسي بازياء ممتازه وبحله ممتازه. وايضا التقديم ممتاز للاعبين لوكاس ريبيرو اللي قلت باش يجي صح، وقلت حكيت عليه في فيديوهات الفارطه. وايضا اللاعبين اللي حكيت عليهم عماد فراج وكل. بالنسبه لي انا احسن تقديم لقميص الترجي التونسي جديد مع اللاعبين الجدد خاصه كاستيو وايضا لوكاس ريبيرو، وايضا تصحاح مع البلايلي وتجديد العهد مع يوسف البلايلي، وذي احسن حاجه. وان شاء الله باذن الله يوسف البلايلي مع الترجي التونسي. بالنسبه اللي يقول لك عقود وامضى وكذا، اداره الترجي التونسي ما تغفلش على حد شيء فيما يخص هذا. وبالنسبه ليوسف البلايلي مكشخ في الدم، وان شاء الله باذن الله باش يقدم اضافه للموسم هذا. بالنسبه لموضوع يوسف البلايلي نحطه على جنب، على خاطر موضوع يوسف البلايلي الكل معناه حديث فارغ من بالعمري. وايضا ان شاء الله بقدر ربي يوسف البلايلي في الترجي التونسي بصفه كبيره، وما فما حد شيء باش يقلق يوسف البلايلي في الفتره الحاليه. زاد نمشيو نحكيو زاد على اللاعب لوكاس ريبيرو والتقديم للاعبين ككل، كاستيو وايضا عماد فراج واللاعبين جاو الترجي التونسي كتقديم ممتاز جدا امام جمهور الترجي التونسي في البارك. وهذه حاجه عجبتني انا الصراحه، وحاجه معناها نشكر فيها اداره الترجي التونسي ونشكر جمهور الترجي الرياضي التونسي على اللي قدموا. وايضا حفاوة الاستقبال لوكاس ريبيرو، وهذه حاجه هي باهيه ياسر للملاعبي، خاصه تدخل في الفيزيونومي نتاع الملاعبي، وانه الملاعبي ينجم يولي يتالق بنسبه كبيره يشوف الاداء نتاع الجمهور، خاصه انبهار عماد فراج والكل باداء جمهور الترجي الرياضي التونسي في البارك. وهذه حاجه باهيه برشا ومهمه للاعبين باش يعرفوا اللي هما معناها النادي ذا نادي عريق ونادي كبير، ولازم يخدموا على الالقاب ولازم يتوجوا بكل الالقاب الممكنه. وهذا اللي قالوا معنا عماد فراج في اخر الفيديو، قال باش نحاولوا معنا نربحوا كل المقابلات، وايضا باش نحاولوا نفوزوا بالالقاب. وهذه حاجه باهيه، لازم مش محاوله، لازم الترجي التونسي يلعب دائما على الالقاب، وهذه حاجه مؤكده بنسبه كبيره. وايضا الحاجه اللي عجبتني الخدمه الكبيره اللي قام بها شكر الواعر ونشكروه، وايضا حمدي المدب والكل اللي قاموا بخدمه كبيره ياسر، وخاصه شكر الواعر وتحدى الصعاب وابن الترجي التونسي ويضرب على الترجي بالبونيه. شكرا شكر الواعر، شكر الواعر اسد الاسطوره. بالنسبه لي انا من احسن انتداب للترجي التونسي هو شكر الواعر، وذا شكر الواعر اللي يجيب لك انتدابات مدروس. ايضا اللاعب باش نحكيو عليه نسبه كبيره اللي معناه وقع معنا اتفاق معاه، يقولوا معناه وقع اتفاق معاه لكن فما حد شيء رسمي لحد الان. ملاعب ينجم يجي للترجي التونسي كما نجم ما يجيش. الظهير الايسر اللي هو بيدرو امورال ينجم يقدم اضافه كبيره للترجي التونسي. بالنسبه لي انا ملاعبي ممتاز حسب تفرجت فيه وتفرجت فيه زاد في الدوري السعودي ولعب ضد رونالدو وقدم مستوى ممتاز امام النصر. وبالنسبه لي انا من الملاعبين اللي عندهم امكانيات كبيره ان شاء الله يجي الترجي التونسي. بالنسبه للملاعبي لمحه على الملاعبي، ملاعبي هجومي بنسبه كبيره، وملاعبي عنده اضافه كبيره على المستوى الهجومي. ملاعبي يتالق في الدوري الخليجي وتقلق في البرتغال، وايضا تقلق في عده دوريات. بالنسبه لي انا ملاعبي ينجم يضيف كثير للترجي التونسي. بالنسبه لملاعبي عمره 28 سنه، الطول 178، قدم يلعب بها قدم اليسرى، ومركز اساسي هو ظهير ايسر مع امكانيه اللعب كجناح ايسر او قلب دفاع، وهو دون نادي من 1 جويليا 2026 بعد نهايه تجربته مع استريلا. وفي موسم 2025-2026 شارك في 27 مباراة في الدوري البرتغالي، تمريرتين حسيمتين دون أهداف وفق فلاش سكور. طريقة اللعب والتحركات متاع بيدرو أمورال أكثر شيء يلفت الانتباه في أمورال هو أنه ظهير أيسر هجومي
يبدأ من مركزه الظهير الأيسر ثم يتقدم استمرار من سند الجناح، وهذه حاجة بها الترجي التونسي يحب الوصول إلى الثلث الأخير وصناعة العرضيات، وهذه حاجة كانت تنقصنا بنسبة كبيرة. وأيضا يستطيع الدخول إلى العمق عندما تكون المساحة على الخط مغلقة، وهذه حاجة تساعد الترجي التونسي. عند فقدان الكرة يعود بسرعة إلى مركزه الدفاعي، وهذه المتطلبات المهمة للظهير الأيسر. أيضا قدمه اليسرى تساعده على بناء اللعب من الجهة اليسرى، لديه مرونة للعب كجناح أيسر عند الحاجة أو كمدافع، وهذه حاجة بها ياسر في بيدرو أمورال أنه عنده الخاصيات هذوما الكل. إحصائيات: سجل الموسم الماضي معدل تمرير يقارب 41 تمريرة في المباراة بنسبة نجاح 82.4%. هذه الاناليستيك متاع اللاعب مع حوالي 0.63 تمريرة مفتاحية في المباراة. الإحصائيات فوتي ستيت. الملاعبي الظهير الايسر نراه خيار ممتاز للترجي التونسي، خاصة عنده السرعة والتحرك والعرضيات وبناء اللعب والخبرة، والجانب الدفاعي ممتاز فيه، الجانب الهجومي وعلى الجانب الدفاعي معناه متوازن. الملاعبي متوازن على الجانب الهجومي والجانب الدفاعي، كما يخدم على الجانب الهجومي يخدم على الجانب الدفاعي ايضا، وهذه حاجة باهية في الظهير الايسر العصري. كما نتفرجوا معناها في نونو مينديس اللي قاعد يقدم في اضافة كبيرة، مع باريس ان جيرمان، رغم اللي الملاعب معناها ممتاز جدا على المستوى الهجومي. ذاك هو الظهير الايسر العصري، وهذاك حاجتنا به في الترجي التونسي، خاطر الترجي التونسي يلعب على المستوى الهجومي اكثر من المستوى الدفاعي. حاجتنا معناها بظهير ايسر عصري ملاعبي يقدم اضافه كبيره بالنسبه للترجي التونسي. كان جاو صح مع الترجي التونسي، ملاعبي ممتاز جدا. بالنسبه لبيدرو امورال معناه الخلاصه تو نتاع الفيديو، بالنسبه لبيدرو امورال كما قلت ماهوش مجرد ظهير ايسر كلاسيكي، اللاعب يحب يتقدم، يدخل الثلث الاخير، يصنع العرضيات ويساعد في بناء اللعب. نجح الترجي باش يتعاقد معاه بنسبه كبيره، ينجم يعطي حلول جديده على الجهه اليسرى، لكن الى حد الان الصفقة ما زالت غير رسمية، ما فماش حد شيء رسمي لحد الآن. إن شاء الله فما يمكن بنسبة كبيرة، يعني حسب المعلومات اللي خرجت وحسب الإعلاميين اللي فما معناها تحرك تجاه هذا الملاعبي باش ينتدبوه. إن شاء الله يقع انتداب الملاعبي، وإن شاء الله الترجي التونسي يتخمم في الملاعبي ذا بنسبة كبيرة، والترجي دولة أحلى مكشخين وأحلى متابعين. وارجو منكم تدعمونا جيم بارتاج وابوني في يوتيوب احلى مكشخين ومتابعين، وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو بنسبة كبيرة. الى اللقاء.